يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا واحلى ناس في الدنيا، وحشتوني جدا جدا ودعواتكم معايا. النهارده هنعمل الفيديو القمر ده، وصفة في منتهى الجمال، خفيفة وهشة وحلوة جدا، وهتنفع في المدارس جدا. احفظيها عندك عشان ان شاء الله تبقي تعمليها الايام الجاية. مكونات بسيطة جدا وطريقة تحضير سهلة. خليكي معايا بقى في الفيديو. زي ما انتوا شايفين انا جبت البولة بتاعتي او الطبق اللي هعجن فيه، وحطيت نص كوباية من المية ومعلقة واحدة من السكر، وهحط معلقة صغيرة من الخميرة. انا هعمل نص كيلو دقيق. طبعا لو هتعملي كيلو دقيق فانت حطي معلقة كبيرة من الخميرة. هدوب الكلام ده كويس جدا، وهستنى بس 10 دقايق عشان اتأكد الخميرة بتاعتي متفاعلة. الخميرة بتاعتي فارت كده واتفعلت، رحت حطيت معلقتين كمان من السكر، وهحط كمان معلقتين كده ممسوحين من الكاكاو الخام. طبعا لو بتحبي نكهة الكاكاو الشديدة او بتحبي المعجنات تكون غامقة، فانت حطي معلقتين كبار هرمية، فده براحتك. وهاجي زي ما انتوا شايفين حطيت نص كوباية من اللبن. وهقلب المقادير دي مع بعض كويس جدا. وكمان يا بنات معايا المادة الدهنية، ربع كوباية من المادة الدهنية. ممكن تكون زيت بس، ممكن تكون زبدة على زيت، ممكن تكون سمنة على زيت، بس الافضل بيكون زيت بس او زبده مع زيت. زي ما انتوا شايفين الربع كوبايه انا حطيت منها شويه، وهخلي معلقه في الاخر علشان الم بيها العجين. هدوب المواد السائله مع بعض كويس جدا، عشان طبعا الكاكاو يدوب معايا ويتجانس مع المكونات زي ما انتوا شايفين. وكمان حطيت معلقه صغيره من الخل. الخل حلو جدا، محسن طبيعي، بيخليها هش وحلوه جدا، وخصوصا ان احنا عاملين عجينه كاكاو، فعلشان ما تكونش تقيله معاكي او مكتومه. زي ما انتوا شايفين انا دوبت المواد السائله كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى يا بنات نص كيلو من الدقيق، وهحط عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر. تقدري تستغني عن البيكنج باودر لو انت بتعملي معجنات عاديه، انما لو بتعملي عجينه كاكاو فانت حطي البيكنج باودر علشان زي ما قلتلك ما تكونش مكتومه معاكي. هحط بقى يا بنات نص كيلو من الدقيق، وهنعجن بقى. هتعجني بعجان، هتعجني بايدك، طريقه العجن بتكون بالشكل ده. تعملي ايدك كده زي الكف بتاع العجان، ولفي الدقيق مع السوائل، هتتعجن معاكي بكل سهوله. اسهل وابسط طريقه للمعجنات، او ان انت عايزه تعجني تحطي السوائل الاول وتحطي كل المواد السائله، وبعدين بقى تحطي الدقيق بتاعك وتعجني بالطريقه اللي انت شايفاها ده، تلمي كده العجين بالشكل ده. وطبعا لو احتاجت هتحطي سوائل معلقة بمعلقة. طب لو طريت منك فانت هتحط برضو دقيق برضو معلقة كده بمعلقة لحد ما تلم معاكي. احنا عايزين عجينة تكون طرية ومفتوحة، بس مش بتلزق في الايد. ده يا بنات هي كده ملزقة، بس اول ما هتخدميها في العجن وتعجنيها كويس جدا في العجان او على ايدك، هتروح هتلم معاكي وهتكون ممتازة وزي الفل. انا طبعا هكمل عجن في العجان، بس برضو لو على ايدك هتكملي بقى عجن على ايدك، وفي الاخر تروحي تحطي معلقة من الزيت وتلمي العجينة بتاعتك كويس جدا. هتكون معاكي بالشكل ده بسم الله ما شاء الله، عجينة طرية مفتوحة بس مش بتلزق في الايد. شايفين يا بنات؟ هنسيبها بقى تختمر. طبعا الجو حر نار، فهي نص ساعة هتكون حلوة جدا. بعد نص ساعة هنبدأ بقى نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتمسكي قطعة من العجين او هتعملي كله كويرات مرة واحدة. انا الصراحة بقيت باخد كده بطريقة عشوائية، بس انا عارفة المقدار لحد ابسط ايدي كده زي ما انتوا شايفين، كف ايدي كده. ده بيطلع كله سوي واحد وزي الفل، ويعني من غير غلبة. وهنحط بقى الحشو. هنحشي حسب امكانياتك وحسب راحتك. تقدري تحشي قطع من الشوكولاتة، تقدري تحشي نوتيلا، تقدري تحشي زي ما انتوا شايفين يا بنات. انا كنت حاطه كاكاو على سكر وبقيت بحشي بيه المخبوزات بتاعتي، وتقدري طبعا تسيبيها ساده. شايفين؟ وبعدين بقى هنكورها بالشكل ده وهنرصها في الصينيه بتاعتك. شايفين؟ انا ديني زي ما انتوا شايفين معايا بمسك واحده بايدي كده زي ما قلتلك على قبضه ايدي كده، مش عارفه اسمها ايه،
كيلوة ايدي، احنا بنقول عليها الكيلوة. وبعدين بقى هتروحي تحطي فيها الحشوة بتاعتك. انا كان عندي شوكولاتة مش عارفة فيها جوز هند ولا ايه، ويعني للأمانة مش بتاعتي اصلا، شحتها. وزي ما قلت لك عملت خليط اللي هو الكاكاو مع السكر، وبقيت بحشي بيه، وفيها وحدات كمان سبتها ساده ورحت رصيتهم كده حوالين بعض في الصينيه، عملتها زي خليه النحل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهسيبها تختمر مرة كمان نص ساعة، وبعدين بقى هشغل الفرن. هتكون معاكي بالشكل ده بعد ما اختمرت. هتشغل الفرن درجة حرارة 220، المهم درجة حرارة عالية. وهتحطيها جوه الفرن لمدة بقى تلت ساعة أو 25 دقيقة، وهتطلع بالجمال والحلاوة دي. مش محتاجة اي حاجة، ولا تدهني وش ولا اي حاجة، ولا صفار بيضة ولا شوية لبن ولا اي حاجة. دخليها الفرن، وبعد تلت ساعة او 25 دقيقة اختبري التسوية كده بخلة، على اساس طبعا لونها غامق فانت مش عارفة استوت ولا لا. هتطلع نظيفة، فهي كده تمام. هنغطيها فوطة زي ما انتوا شايفين، وهنعمل الصوص القمر ده. الصوص ده طبعا كلنا عارفينه. بتجيبي في الخلاط ربع كوباية لبن، ربع كوباية مثلا سكر، معلقتين من الكاكاو، وربع كوباية زيت. بتضربيه مع بعض في الخلاط. وطبعا التحلية على حسب راحتك، ممكن كمان الربع كوباية يكون كتير من السكر، فالتحلية على حسب راحتك. هنزين بس بيها الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وخلاص على كده حاجة قمر، وفي منتهى جمال، وبسيطة جدا، وهشة وخفيفة، حاجة تحفة. تعمليها لأولادك بقى في المدرسة، تقدري تحطيها في الكبات، كبات الورق أو الألمونيا، وتاخدي كده كل واحد ياخد واحدة بوحدتها، بتكون لذيذة جدا. زي ما انتوا شايفين هشة جدا وخفيفة، ما تقوليش أبدا دي مخبوزات، تقولي حتة كيكة كده. جربيها ان شاء الله هتعجبك. شايفين يا بنات هشه ازاي؟ انا بدوس عليها بالمعلقه، وهطلع لكم واحده حاجه كده في منتهى الجمال وحلوه جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبك، واكون قدرت افيدك ولو بمعلومه بسيطه. شايفين بسم الله ما شاء الله عامله ازاي؟ مفرغه جدا وحلوه، طبعا عشان حاطين بيكنج باودر وحاطين معاها معلقه خل وبس. وعجنين كويس جدا، العجن كويس جدا بيخدم المخبوزات. جربي الوصفة بتاعتي وبقولي لي رأيك، واعملي لي لايك تحت الفيديو، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.